اللي يقول لك مدرب الاهلي هيمشي، مدرب الاهلي مش هيمشي مهما حصل ومهما كانت النتائج في المباراة الجاية. مدرب الاهلي ماضي مع الاهلي لمده سنتين ونص، السنه ب 3 مليون دولار شامله الجهاز المعاون، يعني بتتكلم في 7 مليون ونص في السنتين ونص. طب العقد فيه بنود، البند بيقول لك في بند بيقول لك لو مشيته قبل شهر اكتوبر، يعني ما كملش السنه، هتدفع له العقد كامل، يعني هتدفع له السبعة مليون ونص دولار. طب انا عايز امشيه، ممكن تمشيه بعد نهايه الموسم وتدفع له الشرط الجزائي اللي هو الثلاث شهور، يعني حوالي 750 الف دولار. فالاهلي عمره ما هيمشي المدرب دلوقتي مهما يكون النتائج. يعني كان الاهلي عشان يمشيه دلوقتي او يتفاوض معاه، الاهلي هيدفع كتير. وطبعا يا معنى كده ان الاهلي اللي بيكسبوا بيدفعوا للمدربين. وطبعا وقصه ريبيرا المدرب السابق لسه ما اتحلتش لحد دلوقتي، وبعد ما اتفقوا معاه خلاص الراجل رجع في كلامه. فاي حد يقول لك المدرب الاهلي هيمشي، مدرب الاهلي مكمل لحد نهايه الموسم، ده لو في حاله الاهلي هيمشيه، والاهلي هيدفع الشرط الجزائي اللي هو 750 الف دولار. بس دلوقتي مدرب الاهلي مش هيمشي.